فيلم هل يمكن أن يكون الجنس مضحكا؟ فيلم إيطالي أنتج عام 1973 من بطولة لورا أنتونيلي وجينكارلو جيانيني، وبيتناول الفيلم عدة قصص رائعة، وبيعتبر من أجمل الأفلام الإيطالية يلي ممكن أن تشاهدوها. وبيبدأ فيلمنا بأول قصة بعنوان سيدتي إنها الساعة الثامنة، وبتبدأ القصة من عند الخادم دومينيكو، هو عم يقدم القهوة لسيدة المنزل الحسناء، وبالله لاحظ إعجاب الخادم بسيدته الجميلة، وبتدور أحداث كثيرة من تشتت ذهن دومينيكو بسبب إعجابه الشديد بجمالها. وطبعا بتلاحظ هي هالشي، وبتحاول إخبار جوزها يلي بدوره دائما مسافر، وبيشوف هالمواضيع عادية جدا. وبيكون صاحبتنا نومها كتير تقيل لدرجة إنه لو بتخرب الدنيا حواليها ما بتحس على شي، وبيستغل دومينيكو هالشي ليعبر عن إعجابه ولهفته لإلها. وبتخلص أول قصة من قصص هالفيلم الرائعة، وبنروح لتاني قصة وعنوانها البين والكوخ. وبتتناول هالقصة قصة عائلة فقيرة، وبيكون الزلمة شديد الغيرة والشك بمرته، وبكل مرة بيرجع فيها على البيت بتدور خناقة طويلة عريضة بيناتهم بسبب شكه الدائم، ولكن دائما بتنتهي المشكلة بمصالحة على طريقة روميو وجولييت. وطبعا التخت هو الوسيط يلي ما بينقال له لا. وبنروح للقصة يلي بعدها وعنوانها شهر العسل، وبتبدأ هالقصة بزواج كريستيا من ليلو، وبيكون ليلو نسونجي مخضرم وداير من مرة لمرة، وبتكون كريستيا هي الأجمل والآراء بين نسوان المدينة. وبيروحوا لشهر العسل، وبيكون ليو متحمس كتير ومانو قدران ينطر، وبيشتغل الحماس يلي جواته بالقطار وبالمركب، وأخيرا بيوصلوا الفندق وبيكون عنتر زمان كالوحش الكاسر. بس بتنصدم كريستيا او بينصدم هو او نحن كمان انه شغلته بتطلع فاضي، ومحاولة ورا محاولة وما في امل اتجوزت وهجرت. المهم وبيرجعوا على المدينة والناس كلها عم تسأل وتتساءل، بس بتلاقي الحل كريستيا، وبتسأل ليلو اذا كان عنده تجارب سابقة، وبقلها مرتين، مرة بشاحنة ومرة بمركب. وهون بتعرف انه ليلو ما بتزبط اموره الا بمكان متحرك، وبتاخده اخر الليل وبتنزل فيه على المصعد، وفعلا بتتم العملية بنجاح مطلق. والى القصة الرابعة وبتكون بعنوان لم يفت الاوان، وبتبدأ قصتنا بمدير الشركة انريكو، وهو عم يحكي مع امرأة عجوز وبيتغزل فيها وبيحاول التقرب منها، وبيكون متجوز من امرأة شابة بغاية الجمال والأنوثة. ولكن بنعرف انه انريكو بيهوى النسوان الكبار بالعمر، وبتدور عدة أحداث شيقة ومضحكة من محاولات التقرب من هالمرأة، وبالرغم من وجود زوجته الفاتنة، وفعلا بينجح بالوصول لإلها ويقنعها بإقامة علاقة معه. بس انريكو ما بيكتفي فيها، وبعد مرور وقت قصير بتكتشف صاحبته انه كمان على علاقة بأمها التسعينية. يعني بالشوم عليك، بس ما علينا. وبنروح على قصتنا الخامسة ويلي بتكون بعنوان ارجع يا حبيبي بليز ارجع. وبتبدأ القصة من عند جونسيريو يلي بنشوفه واقف عند بائعات هوا، وبيختار تمارا صاحبة الشعر الأحمر وبياخدها معه على البيت. وبتنصدم لما بتشوف دمية على شكل امرأة، وبنعرف انه هالدمية عاملها جونسيريو على شكل مرته يلي راحت وتركته. وبنعرف انه جونسيريو مهووس فيها وبعده ناطرها لدرجة انه جايب تمارا حتى تمثل انه هي، وبيطلب منها انه تتشبه فيها، وفعلا بتعمل مثل ما بده، وبيعطيها ورقة مكتوب فيها شو بدها تقول طبعا بالنيابة عن مرته، وبتعطف عليه تمارا وبتعمل مثل ما بده. وبالاخر بتطلع من عنده وبيطلب منها انه تتصل فيه ثاني نهار على انها مرته المشتاقة. وبتخلص قصة جونسيريو. ثم يلي هالقصة قصة العاملين في الخارج، وبتحكي القصة عن الايطاليين يلي عم يشتغلوا برات البلاد، وبعدها قصة الثأر ويلي بتحكي عن امرأة بتنتقم من قاتل زوجها بطريقة جدا غريبة وهي الاعدام عن طريق المتعة. وبعدها قصة الضيف ويلي بتحكي عن رجل ثري يستخدم مرته لإغواء موظف الضرائب يلي استضافه بمنزله. وبيخلص فيلمنا هون ودمتم سالمين.